السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم خياتي؟ ان شاء الله ديما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد وسهل وبسيط ومربح جدا. راح نديروه ان شاء الله وراح نطبقوه اولا وبحول الله راح نطبقه لكم على القماش باش تعرفوا، لانه اذا درت لكم القماش كامل وحطيته راح تتوهوا في الفصاله. راح نطبقه لكم على القماش بهذا الشكل استعملته، وراح نديرو هنا اول حاجه القماش نتاعنا راني طويته كما اللي يتبع قماش تاع الدراوات. القماش تاع الدراوات كما اللي يتبع هكانيه، يعني هنا يجي مطوي على زوج بهذه الطريقه. هذا العرض نتاعه يجي فيه 1 متر و20 صافي يدير فيه العرض نتاعه 2 مترات و40 هنا عفوا طقم الصالات اللي راح نخدموه اليوم ان شاء الله راح نخدموه البنوته صغيره. بنوته صغيره يلبس من 7 سنوات حتى 10 سنوات، من 7 سنوات حتى 10 سنوات. هنا راح نطبقوا اول حاجه نقطعوا 1.5 تاع القماش. انا هنا شكلت لكم هذا القرده، يعني هنا ديروا في بالكم بلي هذه 1.5 نتاع القماش بهذه الطريقه. يعني نطبقها لكم هنا باش يجي باين لكم احسن ملي نمشي نطبقه لكم يعني على القماش كبير وتوهوا في التفاصيل تاعه. هنا واش راح ندير؟ اول حاجه كما راكم تشوفوا وهو مطبق على 2، هاد الجهه المفتوحه تكون تشوف من هنا، الجهه المفتوحه تكون منا، هذه الجهه المفتوحه بهذا الشكل. هنا نجيبوا الجهه المغلقه. الجهه المغلقه هنا راح نشد العبار نتاعي. راح هنا البنوته قلنا من 7 سنوات حتى ل 11 سنه حتى ل 10 سنوات. هنا نجيبوا العبار نعبروه 70 سنتيمتر ونديروه هنا الحده، نديروه هنايا يعني نحدوا فيه. هنا نجيو هاد البلاصه اللي هنا راها هنا كما راكم تشوفوا فيها مبلعه، ونجيو نديروها هكانيه. شوفوا بهذه الطريقه، يعني هنا نكونوا عبرنا، شوفوا بهذه الطريقه هاك، ونجي هنا ونشوف باللي راني رافده القياس هذاك هو 70. كي نصيبوا هنا القياس هذاك هو 70، الراس نتاع الميطره نتاعنا نحطوه هنا، وحنا نجو هنا ونبداو نعينوا ديك 70 تاعنا وين راها ماشيه بهذه الطريقه، يعني صايره دايره بهذه الطريقه. شوف هكذا، هذه الجهه العلويه. نقص هنا بهذه الطريقه، يعني راها واضحه بهذه الطريقه. ونجي هنا نقص هذاك اللي عيناه 70 على 70 بهذه الطريقه. ها هي هذه هي، شوفوا ها بهذه الطريقه، يعني تجي عندي هكذا. هذه راها الجهه العلويه، هذه راها الجهه العلويه. هذه نخلوها على جنب. نجيبو هنا القماش نتاعنا، واش راح نديرو كما راه نطويو بهاد الطريقه، يعني طريقه سهله. شوف كما راه نطويوه لهاد الجهه على 4، يولي على 4. هنا الخصر شحال راح نديرو؟ الخصر نتاع البنت هذه راح نعينو هنا بهذه الطريقه، راح نديرو 24 سنتي 24. هنا لا جيب تاعنا شحال ندو فيها؟ ندو فيها 90 سنتيمتر 90 سنتيمتر، ونزيدوا لها يعني هذه 90 تاع لا جيب، ونزيدوا لها الكفه الفوقانيه 5 والكفه الفوقانيه 5، يعني راح ندو متر حتى المتر وزوج، متر حتى المتر وزوج، لانه لا جيب لازم تجي الكفه عريضه والفوقه الكفه شويه عريضه باش نتحو لاستيك بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هنا باش الجيبه تاعنا ما تجيناش نيشان هاوده، راح نحاولوا نحطوا هنا الميطره بهذا الشكل، نحاولوا نفوتوا لاقصى نقطه بقات لنا بهذه الطريقه. بهذه الطريقه هنا تكون عندنا قلت لكم 24 ولتحت
36 حتى ل 38، من 36 حتى ل 38، يعني باش تجي لارج، ونقصوا. هذه بالنسبه للتنوره بهذه الطريقه، ونقصوا من هنا ونجو هابطين بهذه الطريقه. يعني راه طريقه سهله وبسيطه. هذه التنوره نتاعنا كنخيطوها مع الكشكاشه، راح تولي هكا من ضيقه من عريضه. ونعرفوا تاع الصلاه لازم تجي فضفاضه. هنا راح نجي من هذوك البقايا كما شفتوا. مثلا هذا هو اللي بقى لنا، راح نطوي القماش بهذا الشكل ونعاود نطويه للجهه بهذا الشكل، يولي عندنا على 4 نعاود لكم نطوي بهذا الشكل هكذا، نعاود نطوي هكذا بهذه الطريقه. راح ندير قطعه صغيره فقط باش ما تغلبنيش وتفهموا عليا. راح نطوي في هذا الشكل بهذه الطريقه، وراح نطويو ايضا على 2 تولي عندي على 4. من هنا شوف على 2 على 4 البنات اكدوا لي. من هنا لهنا راح نحسبوا 15 سنتيمتر، ومن لهنا نحسبوا 8 سنتيمتر، نوصلوا بيناتهم بهذه الطريقه. واش نجيو هنا في هذه التصويره، كما راكم تشوفوا. تلاحظوا معايا بهذه الطريقه. هذه التصويره راح نجي هنا منا هكذا وراح نقص، يعني بهذا الشكل. هذه البوندانه اللي تجي في الراس بهذه الطريقه. راها مفتوحه. هذه هي البوندانه نتاعنا. دوك نوريكم كيفاش يجي. هذه البوندانه نتاعنا اللي راح تجي في الوجه نتاع البنوته بهذه الطريقه. راح نوري لكم مثلا هذه اللي قطعناها بهذه الطريقه. ها هو هذه راح تجي في هذه المنطقه، وهذه راح تكون التنوره بهذا الشكل. يعني هنا راه واضح. وهنا حبيباتي بعد ما شرحنا راح نمشيو باش نطبقوها على القماش الاصلي. وهنا هذه هي البوندانه اللي خدمناها كما شفتوا. هنا نحدوا لها المنتصف نتاعها، نجيبوا هذيك القطعه نتاعنا نتاع الراس، نجيبوا البلاصه اللي تكون مفتوحه ونحدوا لها ايضا المنتصف. بهذه الطريقه نديروا المنتصف على المنتصف ونثبتوه بالدبوس او بليزيبان كيما هكا هنيه، ونروح نخيط. نبدا من النص ونبدا نتمشى بهذه الطريقه. نفتحها هنا باش تساعدني، يعني راني عطيتكم المقاسات وكامل، يعني واضحه ان شاء الله. هنا برك طريقه الخياطه حتى هي كاين اخوات قالوا لي شويه بطئينا، راني بطأت لكم ان شاء الله بركينا الاعجاب تاعكم وتفهموا معايا. هنا راح نخيطها للجهه، نعاود نحي الابانك ونخيط عاود للجهه الاخرى بهذه الطريقه. هنا بعد ما نخيطها كما راكم تشوفوا بهذا الشكل على بعد 1 سنتيم. هنا راح نروح ندير له كامل السورجي. اللي عندها السورجي دير السورجي، ما عندهاش دير الكفه. انا هنا كامل راح نطويه بالسورجي ونرجع معاكم باش نخدمه. يعني كامل ندير له السورجي به بلا جيب ونرجع. يعني هنا السورجي خاصها تكون نكونوا خادمينه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما لصقنا هذيك ودرنا السورجي، شوفوا الخياطه كي جات نقيه ما شاء الله. هنا نقلبوا يعني الوجه يجي لداخل، نقلبوه على كيما حنا نقولوا ماشي على الزين تاعه، على الشين تاعه. نقفلوه هنا بهذه الطريقه. راح نقفلو نديرو هذيك البوندانه نوسوها مليح ونقفلو. شوفوا هنا ها جانا النيشان. شفتوا هنا راح نهود هنايا فقط ب6 سنتيم، 6 سنتيمتر حتى ل8، يعني على حسب البنوته اذا كانت معمره ماشي معمره بهذه الطريقه. وراح نبدا من تحت نخلي 2 سنتيم ونبدا بالبوان داري ونطلع هكذاك كيما راكم تشوفوا. ندير البوان داري باش نثبت الخياطه ونطلع كاملتك على بعد 2 سنتيم بهذه الطريقه. وعند هذاك الخط اللي حددته راح ندير بوان داري ايضا باش نثبت الخياطه. وهو مقلوب بهذه الطريقه راح نجي هنا من الجهه العلويه جهه البوندانه، راح نفتح هذيك 2 سنتيم اللي خيطنا عليها بهذه الطريقه ونجي طالعه كامل كما راكم تشوفوا. انا راح نلصق الخيط، نجي طالعه هنا كامل على هذيك الخياطه تاع السورجي اللي درناها، يعني نثبتوها. شوفوا كامل ندوروا عليها
بهذه الطريقه. يعني راها سهله. كي نجو هنا نديرو البونداري ونقطعو يعني باش الخياطه تكون مثبته، نقلبوه كما راح تشوفوا معايا، نقلبوه على الوجه ونعاودو نديرو تور نتاع خياطه، يعني على هذيك الجهه اللي ما فيهاش الخياطه بهذه الطريقه. يعني هنا راح يعني تحل فيه، يعني يقول لك ماشي خياطه الدار، خياطه نتاع لي زاتورني. كما راكم تشوفوا هنا نحاولوا نكونوا يعني الخياطه نعطوها حقها، يعني ما نديروهاش مهنه قد اللي نديروها يعني هوايه، حاجه تبغيها راح تبداي فيها اكثر. اما حاجه يعني تدخليها ديريها يعني مدخول ولا ما راحش، يعني ديريها هوايه، بغيها باش تبغيك، بغيها باش هي تعطيك، انت تعطيها من وقتك واعطيها الابداع نتاعك وتكون الخدمه نتاعك نقيه. شوفوا هنا الفينيسيون، هنا برك هذا الخيط الزائد، شوفوا هنا كيفاه جاتني، شتو ما شاء الله، يعني خدمه نقيه ما شاء الله، حتى لا دات عليك شي وحده حاجه تدعي لك دعوه الخير. هنا راح نجيب هذا الدونتيل، راه يدير 20,000، يعني باكي ب20 نجيبه كما راكم تشوفوا. هنا نجيبوه على الوجه، كي نجيبوه على الوجه نجيو هنايا عند بلاصه الرقبه، هذيك البلاصه اللي خلينا 8 سنتيم، نجيو عند اخر نقطه نتاع اللي درناها اللي وين حبسه البوندانه، ونجي هنايا راح نطويه بهذا الشكل، نديرو على شكل مثلث ونطويه مرتين ونحي الزائد بهذه الطريقه، ونحطه هنا على القنت نتاع البوندانه. ندير البونداري باش نثبت، وندي ونجيب الخياطه بهذه الطريقه. وهذيك يعني هذيك 2 سنتيم اللي خيطناها للداخل نحلوها على من ومن، يعني ما نخلوهاش مغلوقه، نفتحوها للاسفل باش تجينا الخدمه نقيه، ونبداو نخيطوا هكا تال تحت كما راكم تشوفوا حتى التالي كامل، ونتاكدوا بلي راها مفتوحه هذيك الخياطه. نقص هاد البلاصه تاع الدونتيل نخلوه وندورو في هاد الناحيه نخيط، ونزيد نعاود نثبته بالخياطه بهذا الشكل الى اخر يعني الدونتيل نتاعي بهذه الطريقه. نثبتوه مليح بونداري ونقطع. نكملوا الجهه الزوجه بنفس الطريقه، يعني هاد الجهه اليمنى راح نديروها كما اللي درنا لهذه، ونتلاقاو هنا كما شفتوها رانا كملناهم للزوج حتى هما يعني بنفس الطريقه. نجيبو هنا عاود الدونتيل تاعنا ونجو للاسفل، هنا الاسفل حتى هي رانا دايرين لها السيرجي، راح نديرو الدونتيل على 1 سنتيمتر ونبداو نخيطو بهذه الطريقه. بهذه الطريقه نخيطو، شوفوا خيطناها كامل، شوفوا كيفاه جات ما شاء الله. شوفوا ها هنا لداخل الخياطه فيها سيرجي نقيه، يعني ما شاء الله. هنا نمشيو لاجيب حتى هي درنا لها السيرجي، وراح نبداو نلاقيو فيها بالخياطه كما راح تشوفوا معايا. بهذه الطريقه راح نخيط كامل هذا التور، يعني طريقه سهله. نخيط هذه الجهه اليمنى واليسرى، يعني الجهتين اللي لقيناهم ودرنا لهم السيرجي نخيطوهم حتى الاخير. نديرو بوانداري باش تثبتنا الخياطه كما راكم تشوفوا. يعني حاولت اني نشرح لكم قدر الامكان، ان شاء الله نكون فدتكم. برك اللي راها اول مره تدخل معنا للقناه نقول لك ما تنسايش اختي ديري اشتراك وديري لنا لايك، خلي لنا الراي نتاعك، واش راكي حابه تستفادي معنا وتتعلمي، وراح نكون ان شاء الله محضر ثقه، وان شاء الله راح نلبيو لكم الطلبات نتاعكم. هنا كما شفتوا قلت لكم راح نخليو هنا باش نديروا الكفه. هنا راح نجي الجهه العلويه، شوفوا هنا علاش قلت لكم خلوها عريضه، يعني باش كي نديروا لها لاستيك تجي الله الله روعه. راح ندير هنا بوانداري وما ما نكملش حتى الاخر، نخليه يعني 2 سنتيم ولا 3 باش ندير لاستيك نتاعي بهذا الشكل. هنا ندير لاستيك تاعي هكا، وراح نديرو في هاد البلاصه نديرو في المساك وندخله هنا كامل، ونعاود نولي معاكم يعني كامل ندير له هذاك التور ونجبده. هنا كما راكم بعد ما جبدته راح نلصق لاستيك مع لاستيك ونخيطه بماشينه الخياطه، يعني نثبته مليح. ندير البونداري ندي ونجيب هكا. هنا قلت لكم البنات شوفوا ها هي
نعاود نولو نغلقوا هذيك اللي خليناها مفتوحه، هذيك 3 سنتيم. هنا البنات الزينات نتاعي قلت لكم نضموا للصفحه نتاعي هند كوطو راني دايرتها لكم في المنتدى، وراح تلقاوها في اول تعليق. تدخلوا على الرابط راح تدخلوا للصفحه تاعي، ديروا لي اعجاب او جاموا متابعه باش هكا راح تستفادوا معايا واش راح نحط. وان شاء الله وبحول الله راح نبدا ندير فيها اللايفات تاع تعليم الخياطه. انا هنا مازال راني بديت لكم غير بالامور هاد الصوالح اللي نستحقوهم، كما حنا نقولوا مشاريع مصغره تقدر اي وحده تخدمهم، وراح نولوا ان شاء الله في التفصيل والخياطه ان شاء الله. هنا الزينه تاعي راح نجيب هنايا البقايا نتاع القماش اللي بقالي، وراح نخدم كش يقولوا له يا ودي تلفت لي سمحوا لي الصاك لهاد البنوته. هنا القياسات ديروا نتوما عينكم ميزانكم، هنا ما تقيدوش بواش درت انا برك. بقات لي هنا القرده نتاع القماش درتها هنايا للبنت هكانيه، بغيت نديرها هكانيه كما راكم تشوفوا. راح نبدا نخيط. هنا البنات قالوا لي شحال من وحدين اختي قولي لنا السعر. البنات شوفوا السعر نتاع هادو الكبار 120,000، راني نبيعهم 120,000، بيعوهم نتوما 120,000. وشوفوا نتوما دبر راسكم، هذا راه كما نقولوا البركه في القليل. وتاع الصغار اذا درتي لها بالصاك 70,000، واذا درتي لها بلا صاك 60,000. بهذه الطريقه هذه هي السومه اللي راح نقول لكم عليها. هكا انا راني نخدمهم، فينيسيو والسورجي، والحمد لله البركه في القليل. هنا راح ندير البوان داري ونخيط هكانيه. انا هنا لصقت الدونتيل مع هذاك. هنا بنت لي كبيره نقصت لها شويه، راح نقطع هاد الزوائد وندير لها السورجي نقلبها. هنا الزينه نتاعي راني حددتهم، شوفوا كيفاه جات الفينيسيو ما شاء الله. الخدمه حتى هي ما شاء الله تجيكم روعه، حتى اللي دا حاجه يدعي لكم. هذا هو طقم الصاله تاع البنوته، جا روعه ما شاء الله. نتمنى يكون الشرح نال اعجابكم واستفدتوا منه، واخذتوا المقاسات، وان شاء الله راح نطبق معكم موديلات واحده اخرى بحول الله. راح نديرو تاع الكبار، وراح ايضا اذا بغيتوا راح ندير لكم فيديو مخصص تاع طقم الصالات بقطعتين الاعمار كيفاش نردوا المقاسات بالاحجام. هنا هادو هما اللي خيطتهم، معظمهم بغيت نوريهم لكم ونقول لكم هنا الزينات نتاعي. تهلاو في روحتكم واستناونا ان شاء الله في فيديو اخر، ودعوه من القلب، وتصوموا بالصحه والهنا، ورمضانكم مبارك ان شاء الله. والسلام ختام الى فيديو قادم ان شاء الله.